السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم اللي هي قناة كويزين سهام. نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. غادي نحضر معكم لي ميني بيتزا اللي ما كيخطاوناش في شهر رمضان الكريم، هو داخل على الابواب. الله يدخلوا علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية بالصحة والسلامة. غادي نوجدها معكم بواحد الطريقه ساهله البنات. غنديروا كلشي في خطره واحده وندخلوا الفران، يعني ما نحتاجوش نطيبوا الفلفله ولا البصله. وفي نفس الوقت حتى الطريقه اللي غادي نقطعوا بها العجين ماشي كيف الطريقه العاديه اللي كنديروا. هذه طريقه مختصره نتوما غتشوفوها معايا في الفيديو. والعجينه بحد ذاتها كتجي خطيره وكتجي هشه ورطبه وزوينه. كنصحكم بتجربتهم. الا عجبكم فيديو البنات ما تبخلوش عليا باللايك الفيديو، وندوزو مباشره نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. ونبداو على بركه الله البنات. العجين غادي نحتاجو 2 كيسان بقياس كاس العنبه ديال دقيق الفرص وكاس ديال دقيق القمح الفينو. غادي نزيدو مع هاد الدقيق معلقه كبيره ديال الزعتر كنحكوها بين يدينا، معلقه ديال السكر سنيده، وواحد المعلقه ديال الخميره الفوريه معلقه كبيره، وغادي نحتاجو تقريبا واحد نص معلقه كبيره ديال الزبده. صافي غادي نحاول ندخل هاد الزبده في الدقيق نبسبسو، وكنجمعوا العجين ديالنا بالماء اللي كيكون دافي. غادي نزيد تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال الملح. صافي وكنجمعوا العجين ديالنا بالماء دافي. العجينه خاصها تكون رخوه شويه، يعني جاريه شويه. انتم غتشوفوا معايا في الفيديو يعني. وهاد العجين راه ما كتحتاج لا تدلك لا حتى حاجه. انتم كلشي غادي تشوفوه معايا في الفيديو. كنبقاو نزيدو في الماء بشويه بشويه حتى كتجمع عندنا العجينه. وكيف قلت لكم ديروها مرخوفه شويه، عطيوها الماء شويه. صافي هنا رانا كنجمعها غير باش كيندمجوا دوك العناصر مع بعضياتهم. كنشوفها خاصه الماء كنزيدها حيت انا بغيت واحد العجينه اللي تكون جاريه شويه، يعني كتكون كتلصق في الاصابع ديالي. صافي هنا غادي نزيدها واحد 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه اولا زيت العود اولا زيت الزيتون. صافي وكنحاول ندخل هذيك الزيت في هذا العجين هذا. راه كتدخل بكل سهوله كيف كتشوفوا، يعني ما كنحطها لا كندلكها لا حتى حاجه، غير كنجمعها بين صباعي. انا خدمت غير يد وحده، ما خدمتش كاع يديا بجوج. صافي هنا غادي نجمعها على هذا الشكل وكنحطها في الاناء ديالها اللي جمعتها فيه. غادي ندهن ليها دهنه من الفوق بالزيت. صافي ونغطيها نخليها ترتاح حتى يتضاعف الحجم ديالها تقريبا واحد الساعه. اولا تقدروا تكونوا كطيبوا في الفران الخبز، طيبتوه طفيتوا الفران دخلوها للفران يكون هكا مازال سخون. انا هنا راه بنتي كانت دارت بانيني وشعلات هذيك الاله ديال البانيني خدماتها معنا زرباء. معاه كنكون زربانه في التصوير وداكشي ما كيكونش عندي الوقت. ملي شفتها حطيتها في هاد الاله ديال البانيني وهي طافيه كانت سخونه، دغيا طلعت ليا العجينه وضاعف الحجم ديالها كيف كتشوفوا. لكن نتو زربانين بها ديروا بحالي هكا عندكم هاد الاله، اولا سخنوا الفران حتى يسخن وتطفيوه وكتدخلوا العجين ديالنا هكا باش تطلع دغيا. صافي هنا من بعد ما كطلع كيف شفتوها وضاعفت الحجم ديالها، غادي نحطها فوق سطح العمل ونقسمها كبيرات صغارين. الكرات اللي كيكونوا هكا يكونوا تقاده وحده. والعجين راه كتكون رخوه وما كتلتصقش. شفتوها ملي كتخليوها ترتاح راه ما كتبقاش تلصق في الاصابع. صافي غادي نشكل منها كويرات. بالنسبه لهاد العجينه البنات راه خرجت منها 12 كره. هاد القياس ديال الدقيق اللي درت راه غادي يعطيكم 12 كره اولا 12 بيتزا ميني بيتزا يجيو شويه هكا صغارين. والعجينه في يدينا تبارك الله عرفتي مطلوقه ومقاده. صافي هنا من بعد ما كنكمل كنجيبوا الطاوه اللي غادي ندخلوا الفرن كنفرشوها بورق الزبده، فوق من ورق الزبده كنرش واحد شويه ديال الفينو. صافي وكنحاول نحط دوك الكويرات اللي كندير الفرق بيناتهم، كنباعد بيناتهم كيف كتلاحظوا. هذوك 3 راه غادي نديرهم في طاوه واحده اخرى.
غادي نعاودو نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق واحده اخرى. صافي هنا من بعد ما كيرتاحوا البنات كنجيبوا واحد الكاس، داك القاع ديالو كيف كتشوفوا كندهنوه بالزيت وغادي نضغطوا على هذوك الكويرات باش كيعطيونا داك الشكل، هذا الشكل هذا باش كيديروا واحد الحفره الوسط. وكنكملوا بالصبيعات ديالنا البنات كيف غتلاحظوا معايا في الفيديو، كنعاودوا نقادو بالصبيعات ديالنا. المهم هو الكاس كيعطينا هذاك الشكل وحنا كنقادو هكا، كنبقاو تقادو. صافي هنايا من بعد ما كنقادهم كنجيبوا صوص طوماط. انا خديت الجاهزه ديال البيتزا، نتوما الا بغيتوا تصوبوها في الدار صوبوها، راه انا كنصوبها في الدار غير مع كيف قلت لكم زربانه، وعندي في الدار هذه جاهزه قلت نديرها. كنحك غير واحد مطيشه وحده ولا جوج، كنزيد معاهم واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه الحك صافي، وكندير معها نحك عليها الزعتر شويه زيت البلديه وشويه البزار وكنخليها طيب. ها هي صوص طوماط واجده ديال البيتزا. هنا كندير هذاك الفرماج كاري، هنا اختياري حيت انا الفرماج احمر اللي غندير فوق منه ما عنديش كتير، داكشي علاش درت هذا الفرماج هذا، درته قطعته على 4 وكل ربع درته في وحده. كنديروا الطون، الحشوه ديال البيتزا راه هي معروفه البنات، هنا بيتزا ديال الطون هذه، بغيتو ديروا ديال الكفته اللي بغيتو. غادي ندير فلفله مقطعه مربعات صغار على هذا الشكل، فلفله حمراء وفلفله خضراء. كنديروا كلشي خضر البنات، ما كنطيبوا حتى حاجه. صافي على هذا الشكل. غنديروا البصله اللي مشنفينه حتى هي على هذا الشكل، كنشنفوها رقيقه شويه وكنحطوها. وكيف كتشوفوا معايا الخضر راه ما طيبه ما حتى حاجه، كلشي كيطيب في دقه واحده. صافي هنا كنديروا الزيتون اسود اولا الزيتون خضر عندكم اللي متواجد عندكم. غادي ندير شي حبات ديال المايس، هاد ميني بيتزا البنات راه كيوجدوا بسرعه والعجينه ديالهم كتجي خطيره زوينه. صافي وكنديروا الفرماج محكوك، فرماج احمر اولا عندكم موتزاريلا ديروها، مهم اللي متواجد. وغادي نديروا واحد الطريف ديال الزيتونه من الفوق. انا غادي نكمل كلشي اللي عندي هنا. صافي من بعد ما كنكملوهم كندخلوهم للفرن اللي كيكون مسخن على درجه الحراره 200 درجه، كنشعل عليهم انا من الفوق والتحت. دغيا كيوجدوا ما بين 15 حتى 20 دقيقه كيكونوا واجدين، ما تغفلوش عليهم. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران الغازي راه كيشعلوا الفران ديالهم حتى كيسخن، كيديروا درجه الحراره متوسطه صافي، وكيشعلوا عليهم من التحت حتى كيطيبوا ويعاودوا يشعلوا عليهم من الفوق يتحمروا يذوب الفرماج ويخرجوهم. هنا راه هذوك 3 اللي بقاو لي درتهم في هاد الطاوه. علاش خليت لكم هاد اللقطه هذه؟ لان ما صورتش معكم منين درت واحد المعلقه صغيره ديال زيت العود في كل وحده، في كل ميني بيتزا حتى الاخر حتى تندير الفرماج. نتوما غتشوفوا معايا، ما صورتهاش لكم في هذيك الطاوه الاولى. صافي على هذا الشكل كنديروا واحد المعلقه صغيره ديال زيت البلديه في كل وحيده وكندخليهم الفران. هنا من بعد ما طابوا البنات كيجيو على هذا الشكل هذا. انا غادي نخليهم يبردوا شويه على هذا الشكل، يجيو زوينين وكيوجدوا بسرعه. عجينه كتجي خطيره البنات والله. كنصحكم انكم تجربوهم. وكيشوف معايا في الفيديو الطريقه سهله وكيوجدوا بسرعه وكيجيو لذاذين، يعني كلشي في خطره واحده، ما يحتاجش نطيبوا البصله والفلفله بوحدهم، كلشي في خطره واحده وكتحصلوا على هاد لي ميني بيتزا اللي كيجيو واعرين البنات. كنتمنى من الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايك، بارطاجيو معايا الفيديو عند احبابكم واصحابكم باش تعمل فائده. وحتى لهنا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.